علوت فلم تدرك مقاماتك الكبرى، فغيرك لا تدعى وإن عظمت كبرى. وكم في نساء العالمين عظيمة، ولكنها إن قورنت بك فالصغرى. تفرست في وجه النبي فراسة، عرفت بها ما كان من أمره سرا. رأيت به نور النبوة ساطعا، فأسرعت نحو النور فزت به مهرا. بميسرة قد يسر الله كل ما تريدينه، فاليسر قادك لليسرى. ربحت رسول الله حين خطبته، فكنت له مهوى شددت له أزرا. وأصبحت مهدا للرسالة حاضنا، تلقيتها من حين ما نزلت اقرأ. وأنت التي طمأنت طه بأنه تلقى من الله الرسالة والذكرى. وزملته دثرته ولورقة ذهبت به يتلو عليه الذي يقرأ. ولما أتى جبريل قمت بخلعك، ولما أتى جبريل قمت بخلعك النقاب، فلم يمكث فأعلنتها بشرى. كتبت حروفا من حياة محمد، كتبت حروفا من حياة محمد، فأصبحت في على صحائفها سطرا. وقد شكر المولى صنيعك، إنه الشكور، وهذا الفعل يستوجب الشكرا. فأهداك مولاك السلام سلامه، وأعطاك في الفردوس من قصب قصرا. مراتب لا يعلى عليها، ورفعة لكم خصصت، فالله أعلاكم قدرا. وعاشرت خير الرسل 20 حجة، وبضع سنين لا يلاقي بها عسرا. وكم لقي المختار بعدك من عناء، هموم بعام الحزن قد أقبلت تترى. ولكن صدر المصطفى لم يضق بها، فقابلها بالحلم وأدرع الصبرا. وظل وفيا سيد الرسل ذاكرا، ودادك في الأصحاب حتى قضى العمر. إذا ذكرت يوما خديجة عنده،
إذا ذكرت يوما خديجة عنده تنهد مشتاقا وأعجبه الإطرام. فحبك في قلب النبي ممكن هنيئا هنيئا فقد حزت السعادة والفخرا. أنا عليك يا أماه إن دموعنا، أنا عليك يا أماه إن دموعنا تسيل من التفريق بللت النحرا. ومن يمسح الدمع الغزير إذا جرى من الابن غير الأم فهي بذا أحرى. وصلى عليك الله بعد محمد وسلم ما حاد حدا أو تلا شعرا مع الآل والأصحاب. ما قال قائل علوت فلم تدرك مقاماتك